المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم. بوابة زمنية هتاخدك في رحلة تاريخية، صرح كبير كل خطوة فيها توديك لعالم تاني. ولو انت بتزور الأهرامات ونفسك اليوم والتجربة تكون مختلفة، جينا عشان نقولك تعمل ايه. كل اللي هتعمله هتمشي مسافة صغيرة بعد الأهرامات وهتلاقي نفسك في المتحف المصري الكبير أو متحف الجيزة زي ما هو معروف. والمتحف ده عبارة عن متحف أثري، والعالم كله مستني يوم افتتاحه، إنه هيكون المتحف الأثري الأكبر في العالم كله، وهيضم آثار من الحضارات المصرية القديمة ومجموعة كاملة للملك توت عنخ آمون. والمتحف ده مساحته حوالي 480 ألف متر مربع، وبيبعد عن الأهرامات مسافة 2 كيلو متر، وهو جزء من خطة رئيسية جديدة لهضبة الجيزة اللي اسمها جيزة 2030. ومع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بيقدم المتحف رحلة مختلفة عبر العصور من الدولة القديمة ولحد العصر اليوناني الروماني. والمتحف ده دليل على حماية مصر لتراثها وعرضه بطريقة تليق بعظمة الماضي المصري. والجميل إن المتحف تصميمه المعماري بيجمع بين الأصالة والحداثة، وبيعتبر المتحف المصري الكبير جسر بين امبارح والنهاردة، وبين الحضارة الفرعونية وعشاق التاريخ في كل العالم. والمتحف كان من المقرر افتتاحه في سنة 2021، ولكن تم تأجيل الافتتاح لأواخر 2023. ولكن في يوليو 2023 وزير السياحة والآثار قال إن الافتتاح هيكون في سنة 2024. ودلوقتي المتحف بيقدم جولات محدودة في العدد لاختبار جاهزيته وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي. وهتفضل المساحات التانية الداخلية اللي بتحتوي على صالات العرض المتحفي مغلقة لحد الافتتاح الرسمي. ودلوقتي هنسيبك مع جزء بسيط من تجربة توت عنخ آمون اللي موجودة في المتحف، وقول لنا بعدها المتحف يستحق الزيارة ولا لأ.